بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، اليوم إن شاء الرحمن وفي هذا الفيديو بإذن الله سوف أحدثكم عن الملفات التي أقوم بإنشائها وكيفية التعامل معها. معذرة إذا كان هناك أي أخطاء في بعض الأمور، طبعا ستجدون الكثير طبعا لأني لم أجهز لهذا الفيديو. في البداية أو في بداية عروضي أنا أقوم أو أضع في الشريحة الأولى صورة خاصة بالملف أو مرتبطة بالنص عموما أو الدرس. كما ترون هذا النصوص حولنا ووراءه يعتبر كمكتبة بها الكثير من الكتب. طبعا هنا سأضع رابط هذا الفيديو إن شاء الرحمن على اليوتيوب، وأضع لكم هنا في بداية الملفات الخاصة بي لكي تسمعونه قبل أن تعملوا على هذه الملفات. في البداية نعطي هنا مقدمة، كل هذه مقدمات. هنا قوانين الصف وقوانين المجموعات. هنا طبعا هذه شريحة خاصة بالقراءة، بدروس القراءة. هذه طبعا المجموعات قسمتها إلى أصفر وأخضر وأحمر وأزرق. هذه هي قوانين المجموعة. هنا سير الحصة كما ترون التهيئة الحافزة، ومنها عنوان الدرس ونواتج التعلم والتقويم القبلي والبنائي واستراتيجية التعلم وحل الأنشطة وتأشيرة الخروج. في النهاية نعطي الواجب. نواتج التعلم طبعا على حسب كل درس لها نواتج تعلم. طبعا هذه أهم شريحة في هذا الملف. كما ترون هنا قسمت الدرس، طبعا كل درس على حسب. هنا 3 حصص النصوص حولنا. مثلا نأتي لي هنا حينما أقف على رقم 1. طبعا تجدون طبعا معظم المؤشرات تكون هنا يعتبر مثل الكف، هكذا تضغطون عليه بالإصبع. فحينما أقف على رقم 1 وأضغط عليه يظهر لي ناتج التعلم الخاص بالحصة الأولى. أيضا أضغط عليه مرة ثانية يختفي، وهكذا الشريحة الحصة الثانية يوجد أيضا ناتج التعلم، أضغط عليه تظهر، نضغط عليه مرة أخرى تختفي. إذا أردت أن أدخل مباشرة إلى الحصة الأولى أو الحصة الثانية أو الحصة الثالثة، مثلا أريد أن أدخل إلى الحصة الثالثة مباشرة، أبدأ الحصة الثالثة وهكذا. أرجع مرة أخرى طبعا إما بالرجوع لسهم الأعلى هكذا، أو وأنا في الشريحة إذا تقدمت فيها. هنا يأتي طبعا أهم نقطتين في هذا العرض التقديمي أو أهم أيقونتين. هذه الأيقونة الأولى إذا ضغطت عليها تظهر لي عدة أيقونات. الأولى هنا تأخذني لشريحة محددة، أنا طبعا كنت بتحديدها، وهي الشريحة الرئيسة كما ترون. نرجع مرة أخرى مثلا الحصة الثالثة بدأنا فيها، ضغطت هنا على هذه الأيقونات تأخذني هذه إلى طبعا هذه الأيقونات قسمتها كل على حسب حصة كل الأيقونات هذه مقسمة على حسب الحصص، يعني كل حصة بها أيقونات مختلفة وبها يعتبر ارتباطات مختلفة. فهذه خاصة بتهيئة حافزة للحصة الثالثة. نأتي هنا لبداية الدرس. طبعا يوجد هنا فرق بين هذه الأيقونة وهذه الأيقونات، يعني يوجد شرائح بعد التهيئة. لا ندخل إلى هيا نحل الأنشطة أو لأنشطة الكتاب مباشرة، بل يوجد نواتج التعلم، التقويم القبلي، هيا بنا لنحل النواتج وهكذا، يعني عفوا الأنشطة. بعد ذلك في النهاية تجدون تأشيرة الخروج، هذه الأيقونة خاصة بها في جميع الحصص. ماذا عن هذه الأيقونة؟ إذا ضغطنا على هذه الأيقونة تظهر لي 3 أيقونات. طبعا يعني مثلا ما أقصده أن هنا 3 فصول دراسية، يعني مثلا ندرس صف أولاد، صف بنات، أو صفين أولاد، صف بنات وهكذا. أضغط هنا على الفصل أو الصف الأول، يظهر لي هنا أسماء الطلاب، وهذه يعتبر لوحة تحفيزية مثلا تظل كما هي طوال الحصة أو طوال فتحي لهذا العرض التقديمي. يعني مثلا إذا أنا شجعت هذا الطالب ثانيا ثالثا أخذ درجة وهكذا، ضغطت هنا ترجع، أتيت للشريحة التي بعدها أو السؤال الذي يليه، أريد أن أشجع مثلا طالب آخر، أضغط على رقم 1. كما ترون تبقى التشجيع مثلا تبقى الدرجات أو التشجيع كما هو موجود، وهنا لم يتغير. بعد ذلك أيضا يوجد عدة أنشطة مثل النصوص حولنا وغيرها. ناتج التعلم هذا يختلف باختلاف ناتج التعلم كما ترون في الحصة الأولى والثانية. ناتج تعلم 1 الحصة الثالثة اختلف ناتج التعلم، لذلك وضعت ناتج التعلم طبعا يبقى كما هو هذا الشريط الموجود في الأسفل. أعتقد هذا نعم. في النهاية أصحاب الميداليات الأسبوعية، في نهاية كل درس في نهاية كل أسبوع نعطي مثلا اسم الطالب الحصل على الميدالية البرونزية عفوا الذهبية الفضية البرونزية وهكذا. هذا خاص بالسلامة الرقمية. قمت بوضع
قفل خاص بها، سأريكم إياه إن شاء الرحمن بعد قليل. وهذه أيضا القيم والتنمية المستدامة نرجع إليها. طبعا شكرا لكم هنا شكرا لكم. وفي النهاية طبعا في نهاية كل درس أو في نهاية كل مجلس نقول سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سأنهي الآن طبعا شكر خاص للمعلمة عائشة الظاهري وديما قصاب، والمعلم أسيف حمود ومحمد البستاوي، وطبعا موقع المعلمة أسماء والمناهج الإماراتية فقد ساعدوني كثيرا. هذه أيضا يعتبر قنوات التليجرام، إذا أردتم ستجدون الملفات موجودة بها. هذا الوصف لمن أراد أن يغير له بالنسبة لي إذا أراد أي ملف يرسلني على الوصف، لا يوجد أي مشكلة. أو أراد أن يغير هذه اللوحات التحفيزية إلى 4 أو 5 سواء على حسب عدد الفصول عنده، لا يوجد عندي مشكلة. بالنسبة للقيم المستدامة والسلامة الرقمية يوجد أيقونات أستخدمها. إذا رأيتم في ملفاتي هذه تعبر عنها باختصار شديد. فمثلا هذه الأيقونة تعبر عن التنمية المستدامة أو القيم والتنمية المستدامة كما ترون. ترجع مرة أخرى. الأيقونة التي بعدها الخاصة بالسلامة الرقمية، هذه هي الأيقونة القفل. إذا وجدتمها أيضا هذه تعبر عن السلامة الرقمية. أعتقد أني قد أتممت كل شيء، لا يوجد شيء آخر. نعم، هنا المجموعات طبعا قمت بإخفائها. طبعا هي لن تظهر، يعني مثلا إذا كنت في هذه الشريحة وأريد للشريحة التي بعدها لن تظهر طبعا هذه المجموعات، لأن كنت بإخفائها. فقد تظهر إذا ضغطنا عليها كما أريتكم قبل ذلك. هنا تكتبون أسماء الطلاب الخاصة بكم. ممكن تزودون الأعداد بطريقة سأخبركم بها بعد ذلك إن شاء الرحمن. إلى هنا ننتهي. طبعا هذه هي البداية فقط آخر شيء قبل أن أنسى، إذا وجدتم أي مشكلة في فتح الملف سواء خاصة بتضمين الحروف أو غيرها، نأتي إلى ملف ومنها إلى خيارات حفظ. مثلا نفعل مثلا عدم تفعيل تضمين الخطوط، نحذف علامة صح ثم نقوم بعمل موافق ثم نعيد تشغيل الملف وسيعمل معكم بإذن الله تعالى. إلى هنا ننتهي. شكرا جزيلا، بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.